السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خديجة أم البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت نوجد معكم هذا الفقاس، هذا فقاس بريستيج بالمكسرات، يعني راه كلشي كيعرفوا كلشي كيشوفوا. فقاس كما كتشوفوا هماوي ملكي، يعني كيجي بريستيج غزال، ما غاديش نشكروا لكم، غادي تجربوه وغادي تعرفوا الاسرار ديالو. غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير، فبقاو معايا لاخر الفيديو، فرجه ممتعه. حبيباتي، بالنسبه للمقادير عندي هنا 80 غرام سكر، عندي 30 مليلتر ديال الزهر، عندي 60 مليلتر ديال الحليب، عندي 80 مليلتر ديال زيت المائده وزيت العود مخلطين، 3 ديال البيضات، عندي هنا هذا بلا عبار، عندي اللوز، عندي الزبيب البلدي، عندي هنا معلقه صغيره قرفه، معلقه صغيره ملحه، معلقه صغيره سكينجبير، عندي الدقيق غندير حسب الخليط، عندي شاصيه ونص ديال فئه 8 ديال الغرام ديال الخميره الحلويات بيكين باودر، وعندي هنا الكركاع. غادي ندوزو بالنسبه للطريقه ديال التحضير. غادي نحطو السوائل هما الاولين، غادي ننزلو عليهم السكر باش يذوب لنا. غادي نحطو نص الكميه، كما كتشوفوا بيكين باودر غندير وحده ونص، غندير 12 غرام. غندير هاد النواشف هادو، بسم الله على بركه الله. غادي نخلط العناصر كامله. بالنسبه للنكهه انا اكتفيت بالنكهه ديال السكينجبير والنكهه ديال القرفه، لان كيعطيونا واحد اللوغو زوين. العجينه كما كتشوفوا كتجي رطبه، ماشي صلبه بزاف ماشي خفيفه، ان الا خففناها ممكن يسيح لنا الفقاس ديالنا، وإلا قصحناها غادي تشقق، لهذا غنخليوها في الوسط. صافي ما نعلكهاش بزاف، غنخليها ترتاح واحد شويه وغادي نرجع معكم للتشكيل ديالها. ودابا كما كتشوفوا هاد العجينه هذه غادي نقسمها على جوج، وغادي نطلقها.
كتشوفوا طلقناها واحد شويه. دابا غادي نربعوها باش كتجينا مقاده على هذا الشكل هذا. وعاد غادي نتبعوا قريب غادي نخليوها على هذا السمك هذا. غادي نديرو نيسكافي مع هاد البيض، بياض البيض سكر البيض عفوا. باش كيتبت لنا داك المكسرات. وغادي نمشيو بهاد المكسرات كنتبتوهم. كنتبتو على هذا الشكل هذا، كنديرو صف بصف باش كيجيونا هما هادوك في التقطاع. كل ما كتعطي الحاجه الخطر كل ما كتجيك عاطيه المنظر اكثر. كنمشيو على هذا الشكل هذا حتى كنساليو. كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. هاد البلاصه خليتها خاويه على حقاش باش غادي نثبت بها. دابا غادي نروليه. هكا بالعقل غير بشويه. خصنا نثبتوه مزيان. حنا غادا حنا كنقادو كنشدو يدينا في الرولو ديالنا. وكندهنوه عاوتاني بهاد البيض وهاد النسكافي. نديرو واحد الشريطات باش ما بغيتو ديروهم يا بالفرشيطه يا بالموس.
صافي على هذا الشكل. وكندير واحد التقيبات شي 5 تقبات هكا ولا 6 ديال لي كوردو غير باش يتنفس لنا الفقاس ديالنا. وغنكملوا نرجع معكم طريقه الطهي. وهذا هو الرولو الثاني حتى هو نفس الشيء. ودابا غادي ندخلهم الفران. انا شاعله من قبل على 200 درجه، ولكن ملي غندخلهم غندير 140 درجه. انا دابا شاعله من الفوق ومن التحت، وغادي نشعلو غير من التحت 140 وغادي نخليهم على خاطرهم ترجع معكم. وها هو حبيباتي الفقاس ديالنا من بعد ما طار كما كتشوفوا كيجي تحفه، كيجي غزال ما مشقق ما حتى شي حاجه. كما كتشوفوا طايب من التحت ومن الفوق كما كتشوفوا. خصو غير بالخاطر، حاجه بالخاطر راها كتطلع داكشي اللي تمنيتو. دابا التقطع ما غنقطعوش دابا، غادي نخليه واحد الساعتين حتى غادي يبرد مزيان، وعاد غادي نقطعو ان شاء الله معاكم. هذا كتشوفوه جا محمر بزاف حيت الدهنه كانت شويه زايده وهذا شويه، ولكن نورمالمون كيطلع لك داكشي اللي بغيتيه. ان شاء الله نولي معكم من بعد ما يبرد. وبالنسبه للغطا ما غنديروا لا منديل فازك ولا حتى شي حاجه، غادي نغطيو عادي هاد المنيدلات باش داك الحراره ديالو كترجع فيه. صافي وغادي نتركوه جانبا. ودابا غادي نكملوا معكم الفقاس ديالنا من بعد ما برد تماما. غادي نقطعوه. انا عندي هاد الميصات هادو يعني الموس ماضي بزاف، غادي نمشيو ما غاديش نمشيو هكا، غادي نمشيو مباشره. هانتوما كما كتشوفوا بسهوله كيتقطع. كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. غادي نقطع كلشي وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. حبيباتي كما كتشوفوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. هذا هو الفقاس ديالي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه معايا. ما عليكم الا تدخلوا القناه ديالي وديروا لايك واشتراك وتفعيل الجرس ويوصلكم كل جديد. شكرا على المتابعه، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا اللي دخل واللي ما دخلش، مرحبا به اللي دخل واللي ما دخلش. شكرا على التعاليق الزوينه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو الجاي ان شاء الله عواشر مبروكه. السلام عليكم.